السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا مع بعض. هنعمل مع بعض كبدة، وطبعا هنعمل بطاطس محمرة، وبرضو هنعمل شوية مكرونة. والكبدة بتاعتنا طبعا مكونينها من كل التوابل بتاعتنا، حاطين شوية من بابريكا، وشوية من الفلفل الأسود، وشوية من الملح، وطبعا شوية من الكزبرة وقرفة وجنزبيل وتوم بودر، وكله ده حاطينه في التتبيلة دي. ويا ريت معاكي لو شوية من البرتقال، تحط كله ده عشان انت عارفة ريحة الكبدة برضو ما يبقاش فيها اي حاجة. تمام تمام. وغسلناها كويس كله ده. وادي البطاطس هنحمرها معاها، والتكونات بتاعتها هنحط معاها طبعا فلفل، بتبقى حلوة بالفلفل. ودي الكبة بتاعتنا، عشان الكبة التانية اتكسرت، وكبة بيور دي يا جماعة حلوة فعلا جدا، تجربوها تعجبكم. بس وبعدين نبتدي ونسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي معانا. وادي بنحط الفلفل الاول نشوحه بمعلقة من الزيت ومعلقتين من السمنة بالطريقة دي. انا بعملها ازاي. وادي الكبده بتاعتنا اللي احنا بنشوحها كده في السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده بدي اشوف الفلفل، بحب اشوحه الفلفل افرمه، ما بحبش اخليه اقطعه حتت. وادي الكبده كده بنشوحها، قطعيها تخينه كده، ما تقطعهاش رفيعه، عشان انتوا عارفين اساسا الكبده ما بتستحملش، تقطعيها تخينه. تمام. وهي كده اضيف لها اهم حاجه معانا الثوم. عارفين الثوم طبعا بيدي ريحه تاني للكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. راس كبيره من الثوم، معاها شويه من الكمون، وشويه من الكزبره، وشويه من الجنزبيل، وطبعا شويه من الملح. تمام. تشويحه كده مع الكبده، الريحه خطيره جدا جدا جدا. عارفين الثوم بيحب الكبده بتحب الثوم. حطينا معلقتين من السمنه. ايوه كده. ده بنشوح فيها، نحط لها معلقتين من الزيت والفلفل. الصوص نفسه بتاع الكبده كمان احلى من الكبده نفسها. بعد ما نشوحها كويس كده، بس تاخد التوم معانا يحمر شويه، تاخد معانا ما تنسيش الخل.
تمام كده، قربت تتشوح كده. دجاج مصبوب عليه لبن ومتبهدل. قرب الفلفل كده يدبل معانا كده. ضفنا عليها الفلفل بالطريقة دي، يدوب تلف كده نص عليها، وده الشكل النهائي بتاعها. ونقول ايه بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.